السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة صفوة الشهيوات. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو خبز ديال الدار اللي كيجي بحال الخبز ديال الزنقه اللي كنشريوه من المخابز بطريقه اللي هي سهله ومبسطه وبدون تعقيدات، بدون محسنات ديال الخبز. غادي نبدا معكم ان شاء الله على بركه الله. المقادير: ناخذ القصريه ديالنا، غنديروا فيها 3 الكيسان ديال الفورس، كاس ديال الفينو، معلقه ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال سنيده. كنستعمل هنايا الماء دافي. غنبدا نخلطوه بشويه بشويه العجين ديالنا كما كنعجنوا الخبز. كنخلطوه مزيان. بعد ما نحصلوا على عجين متماسك على هذا الشكل هذا، غادي ندلكوه واحد شويه، ما بين 3 دقائق حتى ل 4 ديال الدقائق. الماء على حسب الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش، والفينو حتى هو كذلك. غادي نكمل الدليك. هنايا كنسرع الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل عليكم بزاف. غادي نضيف هنايا 3 المعالق ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ. غادي نخلط هذيك الزبده مع العجين، نبقى كندلك فيه حتى كتماسك مزيان وكتدخل في العجين كلها. صافي ديك الساعه غادي ندهن بشويه ديال الزيت ونخلي العجينه ترتاح مده ديال واحد نص ساعه. من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجينه ديالنا غادي نجيو نشكلوها كويرات. غادي نبداو نشكلوا الكويره الاولى، غادي نديروها في شويه ديال الماء، في اناء ديال الماء، وغادي نفندوها في هذيك البلبوله اللي عندنا ونحطوها في الطاوه حتى نكملوا الشكيلات كاملين اللي عندنا ولا الخبز كامل اللي عندنا. ممكن انكم ديروا الزجلان، ممكن ديروا زرعه الكتان، ممكن ديروا اي زرارع كانت عندكم. انا هنايا درت شويه ديال الفينو وشويه ديال البلبوله اللي هي رقيقه. من بعد ما شكلنا العجينات اللي عندنا كامل الخبيزات وقرصناهم، غادي نخليوها ترتاح ونغطيوها بواحد المنديل وندوزو مباشره للمرحله ديال الطياب. الشكل ديال الخبيزات ديالنا هو هذا. ما تنساوش تبارطاجيو وتشاركوا مع الناس اللي عزازين عليكم.